بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشة، فيديو سريع كده يا جماعة عن ازاي الاهلي بدأ يتعلم يتعامل ازاي مع الكور، مع رميات التماس الطويلة. طب نشوف هنا، ده ماتش الزمالك وده الزناري. تمام، بص كده الزناري بيلعب تمام في اخر 5 دقايق زي ما انت شايف. بص بقى الخط ده يا معلم، دي المسافة اللي ما بين الزناري واول لعيب للزمالك. طبعا المسافة اللي انت شايفها الفدان ده ما فيهوش اي لعيب من الاهلي، وطبعا الكرة اتلعبت وعارفين بعدها حصل ايه. طيب نبص بقى هنا، ده كان ماتش بلدية المحلة. تمام، بص السهم على اللعيب، السهم الاحمر ده على اللعيب بتاع البلدية. كويس، بص المسافة اللي ما بين السهم، ما بين لعيب البلدية وما بين لعيب الاهلي اللي دخل عليه، المسافة بدأت تقرب، فبدأ كولر يحاول يوقف واحد من اللعيبة بيبقى قريب من اللعيب اللي هيلعب رمي التماس، بحيث ان هو يعني يشغله شوية ما يلعبهاش براحته كده يعني. تمام، بص المسافة دي. بص بقى يا معلم كولر امبارح هنا عمل ايه. بص بقى حسين الشحات عمل ايه. بص المسافة اللي ما بين حسين الشحات للعيب، كولر بيحاول يخلي اللعيبة دايما تقرب. كل ماتش انت هتلاحظ ان اللعيبه بتقرب اكتر، بيحاولوا يلاقوا طريقه يدافعوا بيها في رميات التماس الطويله. تمام، طيب اللي انا عايز بس اضيفه عن الموضوع ده كله، ان انا في رايي اعتقد ان اللعيب بتاعنا لو وقف على على خط التماس نفسه هيشغل اللعيب بطريقه اكتر. اللعيب طبيعي بيوصل لحد خط التماس ويلعب. انا شايف انه لو اللعيب بتاعنا وقف له اصلا على خط التماس، تمام، ممكن بنسبه كبيره ده يشغله اكتر، وده يبقى مخليه مش مركز اكتر، مش مخليه مركز اكتر في ان هو يلعب الكرة بطريقه مظبوطه. ده والله اعلم. شوفوا رايكم ايه وعرفوني. سلام عليكم.